نقول في حق سعد أنه سعد ولد أولا متربي، سعد متخلق، أن هناك واحد أعداء النجاح هما موجودين عندنا في العالم كله، لا في المغرب ولا خارج المغرب. وبحيث أن سعد المجرد أنه الاسم ديالو فاق كل الأقطاب العربية وكذلك الأوروبية. فهنا كيف كنقولوا احنا بالمثل المغربي ان داروا لهذا الولد العصا في الرويضه، ان لما كتسمع ان البنت اللي كانت معاه ان خرجوا ضحكوا قصروا لعبوا شطحوا رقصوا ودخلت معاه الاوتيل ومشات بوزي به بلانت، يعني القضيه فيها واحد العدد ديال الاشكال، واحد العدد ديال الغموض وديال اذا ستانكو مونطي او مصوب لهذا الولد انه يحطموه او يوقفوه، او ربما بغاو يربحوا من الاسم ديالو يربحوا اشياء اخرى. اما سعد ما هو ديال هاد الاشياء، ما يديرهاش. اللي كنعرف انا مو كنعرف با كنعرف خوتو كنعرف العائله كلها. ما لا، انا سعد مجرد كنعرفو، كنعرف با ونعرف امو وتلاقيت به. سعد المجرد نقول لك عليه ما شفت شي واحد متخلق بحاله، ما شفت شي حد وماشي ديال هذا الشيء. دري ظريف مؤدب وكيحب الناس ويحبوه الناس، وهذا هذه غير نقدر نقول لك الغيره، غاروا من نجاحاته لانه وصل للسيد ما عرف واش 20 مليون ولا ما عرف اكثر، ولا معروف عالميا، وبغاو يديروا ليه هذا باش يهبطوه وصافي. انا اتضامن مع، ما كاينش واش مدي تفهمنا دابا. الصراحه سعد مجرد ظريف ومربي وماشي ديال هذا الشيء، هذا غير الغيره. واحد العدد الناس يغيرون من نجاحاته مسكين. الصراحه كنتمنى هاد تكون غير سحبات وصيف ان شاء الله على هذا الشاب هذا. يلا غادي كثيره بزاف. الاغتصاب يعني ماشي شي حاجه اللي سهله، خصوصا حنا في المغرب يعني باقي عندنا ثقافه الاغتصاب الى اخره. وباش ان يرتبط الاسم ديال الفنان اللي عنده جمهور كبير، جمهور ناشئ بواقعه بحال هذه، يعني صدمه كبيره وشي حاجه اللي خطيره بزاف. هو يعني فنان اللي خلوق، وهكا كيفاش كيبان لنا يعني انسان خلوق مرضي الوالدين، يعني محبوب من عند الناس، لان عنده واحد لانفلونس زوينه على الجمهور ديالو. ملي كتخرج لك واحد يعني واحد الواقعه بحال هذه يعني كتشكل واحد الصدمه. كنتمنى ان شاء الله يكون الخير. كان غروس بونسي للوالدين ديالو والجمهور ديالو، وان شاء الله ان شاء الله يكون خير. طمنين مع سعد راه خونا وصاحبنا، والوالدين ديالو تما راه اصدقاء ديالنا، وما نبغيوش ليه شي حاجه خايبه اللي تضرو. نتمنى هذا الشيء يكون غير شي سوء تفاهم ولا شي حاجه اللي ماشي بصح. ونتمنى يكون يعني داك الظن ديالنا في هذاك الشيء اللي يعني ان تكون غير شي واحد باغي فيه الخدمه كما تنقولوا. ان سعد صراحه ماشي من ذاك المستوى اللي غادي يدير بحال هذاك الشيء، وسعد خونا وشحال مره خدمنا معاه، ونتمنى ان شاء الله ربي تبارك وتعالى به الحق ويكونوا صفافير ان شاء الله. لانه هو كما تنعرفوا دابا سعد المجرد اسم كبير وراه كافح حتى هو باش يوصل لهذا الشيء. وانا ما كنظنش زعما هو من التربيه ديالو ولا من الاخلاق ديالو حتى يعني باش يدير بحال هذا الشيء هذا. ونتمنى ان شاء الله يكون غير هذا الشيء خفيف ويكمل لا كارير ديالو على احسن وجه ان شاء الله، ويرجع لي. انا بحالي بحالك هكا قسم بالله. انت لا عندك شي خبر عطيها ليا. انا جالسه في المغرب في داري في بيتي، شويه عيانه، ما عرفت حتى حاجه من هذا الشيء. كانت انا كنشوفهم متبعه بحالي بحال الناس. كاينين تما الناس اللي قايمين بالواجب، الله يجازيهم بخير، وحنا جالسين ولعت الله هذا. ما عارفاش انا والله حتى السي البشير انا ما عرفتش شنو قال لكم. انا بعدا انا كنهضر على راسي ما عارفه والو. لا ما غاداش. لا انا غدا مشغوله، عندي العرض انا غدا في الدار البيضاء. لا وكاين الحباب بحال وجهك، وكاين كلشي كاين تما. هذا ما كانوا حتى نتوما دعواتكم ودعوات المغرب كله واللي فانز ديالو كلهم، والله يجعل هذا الشيء تكون غير سحابات وصيف دايزه وصافي. هذا الشيء اللي كاين. انسان تخلق، ولد عائله
السي البشير لانزا وحشومي، وتيجيو عنده ناس تيطلبوا منه بعيالاتهم باش يبغوا يتصوروا معاه، واخا كيجي فيه الارهاق حتى يعطيهم مقيد، كل واحد كيدير ليه خاطره. انسان الله يعمرها دار، ولكن اخي هاد الشيء مؤامرة على الرايه المغربيه، لانه مؤامرة على السي سعد. السي سعد ما كيتحرش، ونديرو كاع هضر معاه بفمو تحرش بها، لا جبد عليها فردي وغادي بها راه تحرش بها. اما الا هضر بفمو راه الفم ما تيحكمش عليه القانون، والعين ما تيحكمش عليها القانون، ولكن هذه مؤامرة على الرايه المغربيه، مؤامرة على الرايه المغربيه. ولكن نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما يوصلوش لداك الشيء اللي بغاو. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى سيدي محمد يتدخل في هذه قضيه السي سعد، ونطلبوا الله يطلق سراحه في اقرب وقت. الشعب المغربي راه كله تيحبه، كله متضامن معاه، كل شيء تيبكي على سعد. وإلا كان فهمتي بحال هذا الموضوع اللي كتقول راه ما غيبقاش فنان، هذا راه غادي يشوه بالسمعه ديالو والسمعه ديال المغرب. حيت واحد اللي غادي يكون فنان يعني غادي يمثل الفن المغربي، شاب يعني كيوصل الصوت نتاع المغرب، وهو سفير نتاع اللغه المغربيه في العالم. يعني راه شي حاجه كبيره فهمتي. كيأثر على المسار الفني ديالو، لحقاش خصو يبان البيبليك ديما يكون واعر، ديما يكون فهمتي طوب باش يقدر يكمل. هاد المشاكل بحال هكا يقدروا ينقصوا ليه من لي فان ديالو، كنقول انا بيتيتر. ما كانش اللي يختص بديك الفتاة غتكون زوينه هي ديجا انه كيمثل المغرب و كيشرفنا، ماشي ما غيأثرش عليه هادشي، راه غيكون واحد السبب كبير زعما في التأثير ديالو. ستار هو دار داك الديكور راه غيتعاقب عليه، فهمتي راه خصو يصاب فلان راه غيتعاقب، فهمتي راه غيأثر حيت ديك السمعه ديالو فهمتي راه غتنقص شويه، فهمتي راه ما غتبقاش ديك الساعه المجرد. حيت دابا راه ولا كيدير شي 20 حتى شي 20 سهره خشومه وتما قاد تيتزوج ودير هاد الفضيحه هادي بحال الدرابو كنهزو دابا هو الدرابو فهمتي الفيلم. يعني كان الدرابو ديال المغرب كتسمع السعد المجرد كان كيتنافسها معاهم، كان كيتنافس مع تامر حسني فهمتي، حيت العيد ديالو جا ديال بحال ديال تامر حسني كان كيتنافس معاهم. ولكن دابا ملي دار هاد الفضيحه هذا داكشي عاودوا شويه لا مشي الاسهم ديالو. الا كانت الحجه ثابته عليه بانه اغتصب اذا راه اغتصب، الا ما كان لان في هذاك الاغتصاب تما كاينه اشكاليات، كاينه ربما هي اللي دفعته باش اغتصبها، لان بطريقه او باخرى، والطرق ديال النساء كثيره وكثيره جدا، ربما هي اللي دفعته باش يرتكب هذيك الفعله، وفي الاخر تقول بانه اغتصبها، وربما تكون هي بغات باش تغتصب وخاصها اغتصبها باش تلصق ليه. كنطلبوا خير ان شاء الله، يكون ان شاء الله واحد الخير، وما نبغوا ان شاء الله الا الخير. الاسره الفنيه راه فرحانه بهاد الوليد، ومشي وعمل واحد المسائل مزيانه وغادي مزيان، والوالده ديالو فنانه كبيره مع الحاج محمد الجم والبشير عبد الصديق، ناس الدري كنبغيو ليه ان شاء الله غير الخير، ما كنبغوش نسمعوا لهاد المسائل، يكون ان شاء الله الا خير. هي صراحه من ناحيه انه هذا الموضوع فيه شويه الشك، ولكن شي حاجه مؤكده خصها تتاكد من طرف السلطات المعنيه، ماشي غير شائعات ولا شي حاجه قالوها الاخبار ولا الاعلام. اما بالنسبه لسعد المجرد كسعد المجرد راه كلشي كيعرفو، راه مشهور عالميا. بالنسبه للموسيقى ديالو راه ماشي غنقول لك شي حاجه اللي زوينه، ولكن شي حاجه اللي شويه ولكن عندها واحد الوقع. هو من ناحيه التاثير غادي ياثر على المسيره الفنيه ديالو، ولكن اللي نتمناو هنايا هو يعني مغني مغربي وعربي، ما غنبغيوش هنايا ما غنبغيوش ليه زعما يتهم بهذا الاتهام، وما عرفناش حنا لحد الان واش كاينه ولا ما كايناش. الا صدق عاوتاني هذا المشكل كاين، راه اش غنقول لك، يعني كي قال الصديق بزاف ديال المحبين ديالو راه ما غيبقاوش يصنتوا ليه. حتى انا ما غاديش نصنت ليه، حيت الاغتصاب راه شي حاجه اللي يعني ظاهره اللي خايبه بزاف. انا فان ديالو، انا
ولكن ملي شفت هذا الشيء راه طاح في عيني. هو راه دار واحد اللوجيست زوين مع واحد الدري سميتو آية من بعد دابا مؤخرا كيف كيشوفوا الناس راه كلشي كيعرف الظاهره، ولكن سمعنا انا ديك الدريه ما تعاونش معها حتى ماديا، فهمتيني اخشي ما تعاونش معها حتى ماديا. لا دابا هذيك المشكله داك الصافي طاح في عيني الناس. كاين اللي كان عاطيه واحد القيمه من بعد ما شاف هذا الشيء صافي تناز درابو ديالو. ولكن انا بالنسبه لي هاد المشكله هذا غيأثر عليه، غيأثر على المسيره الفنيه ديالو.